السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني ومشاهديني. بعتذر لكم عن طول الغياب لظروف طبعا مشغولية شوية، لكن أنا دايما معاكم، دايما هنقعد نبتكر مع بعض حاجات جديدة. والنهاردة هنتعلم مع بعض سلسلة موبايل بطريقة سهلة وبسيطة وجديدة، وأتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله. ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، ونبتدي على طول علشان ما نطولش في الوقت بتاع الحلقة، ونتعرف مع بعض على الأدوات المطلوبة. طيب، احنا هنعمل سلسلة الموبايل، هي في منها كذا شكل. احنا هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهنتعلم كمان الرابطة الجديدة بتاعتها ان هي ايه، تبقى شكلها جميل وشيك في نفس الوقت، وتبقى سهلة على طول. طيب، انا معايا كذا شكل انا كنت عاملاه لسلسلة الموبايل ديت. حاجة فيها مثلا كده لعب، وفيها حاجات كده بلاستيك، هي كريستال. معايا شكل تاني كده هوت، فيها حروف، وفيها يعني بتدي منظر جمالي برضو كده. انا حابة اوريكم الحاجات اللي انا عملتها اهيت. انتوا بقى طبعا تبتكروا وتجددوا وتشوفوا اللي انتوا عايزينه. انا هوريكم الخامات، وانتوا لكم مطلق الحرية في انكم تشوفوا اللي انتوا عايزينه وتجربوا كل اللي انتوا عايزينه. تمام، نبتدي عشان ما نضيعش الوقت بتاع الحلقة. طيب، الادوات بتاعتي اللي هستخدمها حبات لولي وكريستال اسود. تمام، كده كور كده صغيرة فضي سيلفر كده، هي بتتباع كده بالجرامات. دي حلية كده هنركبها برضو في سلسلة الموبايل. دي شكل جديد مش تقليدي. هنحتاج ولاعة، هنحتاج ده الخيط بتاع الحظاظات، بيتباع كده بالبقرة. هي تقريبا البقرة في حدود 25-30 جنيه. هي خيط الحظاظات، منه ألوان كذا لون، يعني زي ما انتوا عايزين. بس دوت بقى نبتدي والقصافة، و بفتح بيهم الشغل بتاعي، ومقص عشان اقص بيه الخيط بتاعي. مبدئيا انا كنت محضره كل الادوات بتاعتي علشان ما اطولش معاكم في الحلقه ومحدش يزهق او يتضايق. طبعا انا عرفتكم كل الادوات. الخيط والبلي دوت بيتباع كده دوت بالجرام، والكريستال ده مقاس 6، ودوت اللولي مقاس 8. تمام، خلاص كده. الولاعة ليه بقى؟ عشان الخيط دوت لازم يتلسع، علشان بينتش، فلازم يتلسع عشان ما يكرش معايا ويتبهدل. فباجي عند طرفه، اول ما بقصه بروح لسعه كده بالولاعة كده. تمام، وابتدي بقى ايه، بلضم الخيط بتاعي، بحط فيه الخرز. تمام، زي ما انا عايزاه، بطريقه اي طريقه معينه انا بحب احط فيها الخرز بتاعي بشكله ازاي، او انا عايزه اعملها شكلها يكون ايه. على العموم انا كنت محضره كل ادواتي، انا مجرد لضم عادي، وبقص الخيط على الطول اللي انا عايزاه بتاع سلسله الموبايل. تمام، بروح اقصه من الناحيه التانية وبرضو بلسعه. تمام، بقى عندي كده الخيط بتاعي. دي الطريقه. تمام، ان انا بقص الخيط بتاعي وبعبيه بالخرز، وبكون لسعاه، وباجي في الطرف هنا هوت. انا خلاص قبل ما بعبيه انا تقريبا بقصها حوالي 55 سنتي، 55. تمام، هو انا مش بعملها كبيره. باجي دي طريقه من الحاجات اللي انا هوريها لكم. بتنيها نصين اهوت. تمام، وباجي بسيب حوالي 5 سنتي، وباجي هنا هوت كده هيت اهي 5 سنتي، وباجي اروح كده هوت بعقد الخيط بتاعي. وديت اللي هي بتخش في الموبايل في الجراب اهيت. تمام، وباجي بعبي الخرز بتاعي في الجنبين، وبروح ربطها خالص هنا من الاخر، بروح لاسعة برضو. تمام،
دي طريقة. الطريقة التانية ان انا هخليها بدل ما تبقى ربطتين، واحدة من هنا وواحدة من تحت، لا انا هخليها ربطة واحدة، وهي دي الطريقة اللي انا هنشتغل فيها النهاردة وهوريها لكم. مبدئيا انا كنت محضرة الخرز بتاعي ولضماه علشان ماخدش معاكم وقت ومحدش يزهق. اهوت انا عبيته تمام في اهي الخيط بتاعي انا عبيت فيه الخرز تمام اهوت. خلاص كده هاجي اعمل ايه؟ طبعا لسعاه من الناحيتين، هاجي بضمه على بعض كده الفتلتين اهوت تمام يا جماعه بنفس الطريقه. انا هنا ما سبتش اللي هي ال5 سم اللي قلت لكم عليها، اللي هي دي طريقه ودي طريقه تانية. انا بحب اشتغل بالطريقه دي، الطريقه دي احسن في الشغل واسهل، وبتبقى الرابطه هي واحده بس فبيبقى شكلها اشيك. طيب انا عبيت الخرز بس انا ما عملتش اي حاجه. انا عبيت الخرز دوت هي الكريستالات، وديت الفواصل الفضي اللي انا قلت لكم عليها، وده اللولي. انا عبيته بطريقه معينه يعني زي ما كل واحد عايز يعمله باي شكل كان. ارسمي في دماغك وجددي وشوفي انت عايزه تعملي بطريقه مبتكره ازاي، انت حره طبعا. اهو ركبته على بعضه الفتلتين، هروح ربطه عادي زي ما كنت بربط الخيط الناحيه التانية اهوت تمام كده، ربطه عاديه اهيت. بحاول اجيبهم مع بعض وبحاول ان انا اخلي الفتلتين يبقوا مع بعض كده. اتفكت. دي اللي انا عايزه اوريها لكم يا جماعه، فكرتها حلوه قوي. ادي الخيط كده اهوت اهي، هربطها واجيبها للاخر بس عشان ما تفلتش مني. عملت عقده اهيت، العقده ان انا بربطها عادي اهي تمام، عقده تمام كده ربطناها عادي. خلاص هعمل ايه بقى؟ هاجي هروح لسعاهم، انا كنت لسعة بس هلسعهم الاتنين تاني مع بعض عشان ما تبقاش عامله كده اهيت تمام كده اهيت. هاجي اعمل ايه بقى؟ بجيب الخرز ده بتاعي في طرف منه للاخر جنب العقده اهي تمام، جنب العقده اللي انا ربطتها تمام. باجي بقى اللي هي قلنا عليها ال5 سم اللي كنت بسيبها، باجي اهيت واروح ربطاها العقده بتاعتي تمام كده. بحاول اقربها بحيث ان انا جبت العقده دي جنب العقده دي، بقت عقده واحده. بصوا يا جماعه، بدل ما كانت تبقى مربوطه من تحت من هنا ومربوطه من هنا، لا انا خليتها هي واحده بس. بصوا الشكل بقى جميل ازاي اهي قدامكم، هي عقده واحده بس ما تبقاش كذا عقده وكذا ربطه تمام. هاجي بقى هعمل ايه؟ ادي الدلايه بتاعتي وادي الحلقه بتاعتها اللي هحطها تمام. بفتحها كده وبعدين احطها هنا وبعدين اركبها كده، فرحت حاطه اهي قافلاها كده تمام. عملتها كده بالشكل ده، وادي اللقلقة سلسلة الموبايل بتاعي بشكل جديد خالص اهيت. بصوا ايه رأيكم؟ حاجة جديدة شيك وجميلة، تدي منظر جميل للموبايل وما بتتكلفش حاجة يعني بسيطة. فحبيت ان انا اشارككم الحاجات اللي انا بعملها وتقولوا لي رأيكم.
لو عجبكم السلسلة والفكرة اللي انا عملتها ديت، يا ريت ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب، ومنتظرة آرائكم، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وتقدري تجددي وتبتكري. اهوت هنا حطيت فيها اللعب دي بتتباع كده اهوت بالاكياس كده، وورود فراشات زي ما انت عايزة. عملت منها هنا مثلا فيها قلوب، تمام. عملت هنا مثلا فراشات، واحدة بيضة واحدة لبني. عملت هنا ابيض وموف. حطيت هنا اهوت ورد هيت. حطيت هنا فيونكة. فانت تقدري تجددي وتجربي افكار جديدة. ولو عجبكم زي ما قلت لكم الفكرة بتاعتي، يا ريت ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب، وميرسي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع همة شومان. ميرسي، باي باي، مع السلامة.